يا هلا وغلا بحبايبي الحلوين والغالين، شلونكم أخباركم؟ نبدأ الكلام بالصلاة على الرسول الحبيب المصطفى محمد وآله وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. شلونكم يا جماعة، يا حبيباتي، يا صديقاتي، يا أخواتي، يا أعزائي؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وسعادة ومرتاحين. اليوم هيك حبيت أصور لكم هذا الفيديو المنوع الروتين اللي بالمطبخ. تعرفون أغلب وقتنا إحنا السيدات النساء وقتنا كل أكثره بالمطبخ يا بنات، والله العظيم. فيعني حبيت أصور شغلات من يعني من شغلي بالمطبخ وأشاركها وياكم، وإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله أشوف تفاعلكم الحلو ويا الفيديو والمشجع حبيباتي. وأقول كل الهلا باللي انضافوا وجدت إلى قناتي، واللي زاروا قناتي وأصبحوا ضيوف عندي. هلا وغلا بيكم يا حبايبي، يا أعزائي، يا عزيزاتي. مثل ما تشوفون قعدنا الصبح حبينا نسوي طماطة بيض أنا وزهورة. أبوها كان طالع بهذا اليوم عنده شغل، فخليت شوية بصل حمسته ويا الزيت، وبعدين ذبيت الطماطة إلى أن لجعت يا بنات أو يا جماعة. طماطة من تلجع يصير عندها أو بيها فالطعم غير يعني. اي وبعدين هاي طقيت البيض راح اخليه عليها واكمل بقية الريوق. تشوفون انا حاطه الجدر الثاني، هذا الجدر حاطته للغدا. انا من اشتغل على الطباخ 10 ايادي تشتغل منه ومنه ومنه، والله يعني. ما رب المطبخ كله كل شيء، يعني اشتغل بكل الجهات، فكلش اتعب بعد ورا ما اكمل الشغل، كلش اتعب. حاطه جدر دا احضر المرقه مالت الغدا، ومنها اسوي الريوق. وقبل شوي شفتوا خليت تدلع حمية المي، دا اسوي الزهورة حليب حار ويا الريوق على مود بلاعيمها وعلى مود فلاونزا. تعرفون انتو مرينا بظرف صعب جدا جدا، ولولا دعائكم ودعاء الناس الطيبة والخيرة إن الحمد لله ما عدت هذه الأزمة علينا بسلام. وأشكركم من صميم صميم قلبي يا طيبين ويا غالين. دا أكمل هسه وياكم الفيديو، ما يحتاج أشرح لأنه هي مبين الفيديو دا يشرح نفسه. أقول لكم أنا دائما أفتح بث مباشر أغلب الأحيان بالليل، يعني مرات قليلة أفتح بالنهار يعني حسب شغلي حسب دوامي. أفتح بالليل وأتمنى كلكم تشرفوني. نسوي دعم القنوات، وحدة قناة تشارك بقناة الثانية. يعني تشاركوا ويا بقية إخوانكم أخواتكم القنوات الأخرى. مرات يجون قنوات للدعم يزورون قناتي، يعطونا عصافير، يعطونا هدايا، أكو مسابقات، أكو سوبر شات. يعني أتمنى كلكم تحضرون عندي من أفتح بث بالليل. وإن شاء الله الحفلة بيكم تكون منورة. وإن شاء الله الله يوفقنا إحنا وياكم لما بيه الخير والصلاح إنا أجمعين يا رب. وإن شاء الله كليتنا تصعد قنواتنا، وكليتنا نحقق الشيء اللي نحلم بيه وصار لنا سنين يعني نريد نسويه ونريد نوصل له ومدى نوصل له بعدنا إن شاء الله بحيل الله وأهل البيت يتحقق هذا الشيء والكل تفرح والكل تحقق أحلامها يا رب. وهسه فقرة الحليب الحار الزهورة. طبعا هي ما تقبل تشرب حليب، ما تحبه، لكن هسه لأن مريضة عندها أجبرها. وتحبه حلو زايد، أخيلها شكر زايد ما يخالف، على مود بس شوية بلاعيمها وتطلع البرودة اللي بجسمها. وهاي هسه ريقنا صار جاهز، هسه حنروح نتريق. وهاي شاي هناك هماتين.
أحلى ريوق أني وزهورتي. هسه دا أراويكم يا بنات، ذاك يوم انعزمنا المجالس الزهراء سلام الله عليها. انطونا هذا الثواب، طبعا كانوا مسوين صينية الزهراء سلام الله عليها. طبعا مرادها باليد 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 صينية الزهراء، أنصحكم تسووها يا بنات. كل من عندها حاجة صعبة مستعصية مريض، فد شدة فد شغلة يعني واقفة ما قاعدة تصير، تسوي صينية الزهراء سلام الله عليها. جربوها وشوفوا وادعوا لي. هذه الثوابات اللي حصلناها من المجالس الزهراء سلام الله عليها، حبيت أشاركها وياكم وأراوي لكم إياها. هسه هنا بدنا نسوي عيد ميلاد هذا مالت ابن أختي. هم حبيت شوي أراويكم فد لقطات سريعة من العيد ميلاد. طبعا الكيكة كانت طيبة كلش كلش. وهسه هاي نانا زهورة، تريد يعني بالليل تعرفون قاعد تقرا وتجوع، فاني مشتريت لها لحمه بعجين، يعني هذا اني مشتريته. اخلي كل ما يعجبها احمي لها اياه بالمايكروويف واطلع لها كم قطعه احمي لها اياه. وهاي سويت لها عصير برتقال على مود فيتامين سي والمناعه، لان هي هسه شوي تعرفون انفلونزا وما عندها مناعه فد مره. ولهنا يخلص الفيديو حبايبي، اقول لكم مع السلامه.